بسم الله الرحمن الرحيم. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنستخدم أداة حلوة جدا في الأكيونست. هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة إن إحنا هنعلم أماكن الوصلات اللي في الباترون بتاعنا. كنا بنعملها في البداية، كنا بنعملها يدويا في النسخ القديمة من جيربر. إن إحنا كنا بنعلم بشكل يدوي، نقول له إحنا في المنطقة كذا على بعد كذا، أنا عايز هنا يبقى فيه علامة لبتاع القص. إن يبقى فيها علامة هنا يستدل من عليها. وليكن مثلا زي دي كده، يقول له مثلا من المسافة من أول الماركر لحد المسافة دي هيبقى في طبة هنا، أو في وصلة لو حصل إن القماش مش كامل رق كامل أو كده، فبدل ما يرميها يزود بيها عدد القطع يعني، والباقي القطع الصغيرة دي تطلع في أي وقت. فكنا بنعملها منين؟ كنا بنخش على فابريك، وبعد كده سبلايس، وبعد كده هنا اوتوماتيك بيعملها بشكل اوتوماتيك. وهنا المانوال، لو احنا عايزين نعمل مانوال بندوس على مانوال ويقول لك سيلكت فيرست بوينت، وبعد كده سيلكت سكند بوينت، ويروح عامل لك الوصله بتاعتك. طيب كان اوبشن يدوي ولازم تعمله بعد التعشيق، سواء هتعشق اكيونيست او غير اكيونيست. طيب الاوبشن الجميل اللي هنا في المره دي، يعني ايه الجديد اللي موجود؟ هقول لك ايه الجديد. في خاصيه جديده في الاكيونيست. لو فتحنا الكيو سبمنت، بس المهم بس نفتح معانا ماركر يكون كويس، قطعه كبيرة، عشان يبان معانا الشغل اللي احنا هنعمله ده. تمام. تمام، فتحنا الاكي مارك. ندور على storage اريا فيها شغل كتير او القطع كتيرة يعني، وليكن 2022. تمام. easy order ladies blouse، وليكن ladies blouse. ليه لا؟ ماشي، هنقول كليك يمين send to جيربر اكيونست، وهنشوف الاعدادات بتاعته. طبعا اعدادات الاكيونست معروفه، مش هنتكلم عنها، هنتكلم عن الجزء بتاع فيديو النهارده اللي هو السبلايس او الوصلات او الطبات او الاوفرلاب، حسب ما بتسميها سميها، مش هتفرق المسمى معانا. تمام. ننتظر ان الاكيونست يفتح. جيربر 17 وجيربر 16 النسخ دي تقيله شويه على الاجهزه، فبتاخد وقت شويه عبال ما الامر يسمع يعني فيها. طيب، فتح معانا الاكيونست، الواجهه بتاعت النست العاديه. اعداداتنا كلها معروفه، مش هنتكلم فيها، هنتكلم بس في الجنرال سبلايز. مينيمم، يعني برضو نفتح معانا ماركر هنا كده ونشوف مينيمم. مينيمم بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن اقل طول للسبلايز بتاعتك هتبقى قد ايه. احنا بنقول له 30 سنتي اقل طول للطبه. اقصى طول للطبه انا عايزها اقصى طول يكون متر عشان ما اهدرش القماش. تمام. سبريميشن اللي هو المسافه. واهم حاجه عندنا اللي هو الميرجن، مسافه الامان. ماشي، هقول لك مثلا انا هعمل طبه ما بين القطع، بس انا عايز ادي امان مثلا 2 سنتي 5 سنتي، عشان الطبه لما تحط فوق التانية، تمام، تبقى عامله مسافه ما بينهم عشان ما تبقاش فيه مشاكل يعني. القطعه اللي جايه من اليمين تبقى كامله، والقطعه اللي جايه من الشمال تبقى كامله، فبتخلي الميرجن دي مسافه امان. annotation supplies يعني ماشي، احنا كده ده بريفيو. يعني السبلايز بيبقى عامل زي مثلث متقابلين كده، تساوي الاضلاع. فده بيبقى في البريفيو. لو احنا علمنا على الانوتيشن بتظهر في الماركر. تمام. هنقول له كده الاعدادات بتاعتنا تمام، اوكي. هنقول له على كده كمل، نودي التعشيق. هنفتح كيو سبمنت نتابع عملية التعشيق. ممكن نفتحها ممكن ما نفتحهاش على حسب ما احنا حابين. تمام. اهو فتح معانا الاكيو نست انجن. اوكي، بدأ يعشق معانا بالفعل. تمام. احنا مش هنوصل لعملية التعشير للآخر، هنقف بس لحد اوبشن معين او وقت معين كده، نشوف ان الدنيا تبقى كويسة فيها ولا لأ. وبعد كده هنعمل ابروف على العملية، عشان نخش في الخطوة اللي بعدها. وليكن احنا شايف ان الاعدادات بتاعتي دي كويسة، نقول له اوكي، وننتظر لما يتعمل له ابروف هنا، يتسيف. تمام. الماركر اسمه ليدز بلاوز 3. ليدز بلاوز 3، تمام مظبوط. هندور على ليدز بلاوز 3 هنا، اللي هو ده. تمام، هو كده اتسيف. لو عملنا ريفرش هو كده اتسيف. عندنا بقى حاجتين، احنا لو فتحنا ده دلوقتي، دوسنا عليه دبل كليك كده وفتحناه في الايزي ماركر،
هنلاقي ان هو تلقائيا على الاعدادات اللي احنا حطيناها له عمل السبلايز بتاعتنا او الوصلات بتاعتنا او الطبات بتاعتنا. اقل طول ليها زي ما احنا حاطين، واقصى طول ليها زي ما احنا حاطين. الفرشة دي 7 متر، فهو عامل الوصلات زي ما احنا حاطين الاعدادات. ولو شفنا هنلاقي ان هو حاطط يعني مثلا القطعة بتاعتنا هنا اهي، وعامل مسافة امان عشان القطعة اللي هتبقى الوصلة اللي جاية من هنا يبقى بأمان، والقطعة اللي هي الظهر والكم والصدر ده يكون كاملين، والوصلة اللي تبقى جاية من ناحية اليمين تبقى كاملة وتطلع الظهر معانا. هيبقى فاضل ما بينهم وما بين بعض الحاجات اللي هي مثلا حتة روبة، حتة ديل من الظهر، فعادي دي مش مشكلة تظهر في يعني تترمي في الهادر، ولكن هو تلقائيا بيعملها. طب ماشي، في النسخ القديمة كانت ماشي اوكي، بقدر اعملها تقريبا من اول جربر 10 اقدر اعمل السبلايز ده، او ممكن في نسخ قبل كده كمان. تمام. طيب انا قدامي السبلايز ده وخلاص، انا شايفه كباترونيست او كقسم باترون، انا شايفه ممكن اعمله برنت فيطلع معانا، ولكن في الميزه الجديده اللي هنا ان انا اقدر اعمله سند تو بلوتر بشكل اوتوماتيك، ويظهر لي في ملف الطباعه. لو قلنا سند تو بلوتر كده، انا عامل اوتو بروسيس، فمش هيظهر لي الايقونه بتاعت البروسيس ولا لا، هيديني ابروف على طول. تمام. نخش على بلوت ابلود لديسبلاوز. تمام. بص بقى ايه اللي عامله دلوقتي. هو مش هو ده الفايل اللي احنا عملناه، فهنخش نعمله send to بلوتر من هنا. send to بلوتر. تمام. او ماركر بلوت فتح، والمفروض يجيب لنا بروسيس كومبليت، بروسيسنج سكسس. الماركر اسمه ليدز بلاو 3. تمام. ليدز بلاو 3، ليدز بلاو 3 اهو، نفتحه. تمام، انا كنت عامل اعدادات في الماركر بلوت والمفروض نعدلها تاني. طيب نخلي دي بي دي اف واوكي. انا كنت عامل سبليت للماركر، فهنشوفها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ماشي. send to بلوتر. تمام. تمام، ظهر معانا اهو، نفتح البي دي اف بتاعه. تمام. طيب ايه اللي كان ظاهر موجود في الماركر دوت؟ موجود طبيعي الاعدادات بتاع اللي هو الماركر الطبيعي بتاعنا، موجود الريشيو بتاعنا بتاع المقاسات. لو كبرنا كده هنلاقي الريشيو بتاعنا، وما بين الوصلات هتلاقي المثلث ده. تمام. من هنا دي مسافة الأمان، وهنا دي مسافة الأمان. يعني ده يعني بيقول للصنايعي بتاع الفرش او المقصدار اللي هيفرش او عمال الفرد، انتوا كده انا مديكوا الشغل على طبق من ذهب. ف... ف يعني اعتقد ان الاوبشن ده جميل، هيساعد ناس كتيرة. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد للجميع. لو استفدت بالفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك، وتابع الفيديو اللي جاي عشان هنشوف فيه ازاي نعمل الماركر بتاعنا مقسوم. لو الماركر بتاعي مثلا عرضه 100 سنتي، والفرشة بتاعتي عرضها 140، ازاي بدل ما اطبع بره ازاي اطبعها بشكل مقسوم او بشكل منفصل بشكل تلقائي على البلوتر اللي عندي اللي هو 100 سنتي ده. بس اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.